البلدي لمدينة بركان عن طريقة ومن خلال مواكبة تفاصيل اللقاء فريق اتحاد طنجة والبحث عن الحلول على مستوى الخط الأمامي، لكنها لم تكن كافية. نفس الأمر بين فريق النهضة الرياضية البركانية الذي صوب من خلال كرة اللاعب الفحلي، لكن كرته مرت بالمحاذاة من المرمى. فريق أنيا حاول من خلال عملية هجومية على مستوى الخط الأمامي من جانب الفحلي، هنا رفع الكرة من جانب اللاعب آدم با. جبريل تراوري لم يتمكن من بلورتها ووضعها في الشباك رأسية إلى خارج الملعب. استمرت المنطقة النهضة الرياضية البركانية، نفس اللاعب هذه المرة يقوم بتحويل الكرة بصدره وتصوير اليسرى، تألق للحارس عيسى السيودي. هذه الكرة من جانب اللاعب هذا المرة الأول بنتيجة سلبية 0-0. وطلع علينا بكر الهلالي وتمكن من وذاك معلنا عن الهدف الأول. بكر الهلالي افتتح التسجيل، بكر وجد نفسه أمام شباك وضع من خلالها بصمة خاصة من خلال رأسية من افتتاح التسجيل في مباراة اليوم 1-0. الكرة الثابتة المهيئة، الكرة التي صنعت بشكل مميز من الزاوية. بكر الهلالي يضعها في المرمى. الهدف يعلن عن الهدف الأول للفريق البرتقالي، للفريق البركاني الذي يمتع، الذي يقدم الآن هدف أول في شباك فريق اتحاد طنجة. الهلال بدا واضحا اليوم من بكر الهلالي وهو يضع الهدف الأول. وشوف الفرحة في المدرجات، الفرحة في المدرجات كيف أتت من خلال المعاينة للهدف الماضي والطريقة التي أن تمكن بكر الهلالي من استخلاص الكرة والتعامل معها بذكاء. إنه الشرقي البحري، إنه القادم من الشرق النهضة البركانية في أحلى صورة. الشرقي البحري يضع الكرة في المرمى، رأسية بديعة، لاعب من الكرة الماضية والنهضة البركانية بالرأسية دائما. نعم يؤكد أنه اليوم قادر على تحقيق نتيجة إيجابية. النهضة البركانية بالراس يبحث عن الخلاص في مناسبتين اثنتين وكأني بها بنفس طريقة الهلالي، لكن هذه للشرقي البحري الذي ارتقى ووضع الكرة في المرمى والذي طريقه بهذا الأسلوب. كان سيناريو جيد، محله نظرة المدرب لأن المدرب ودخل الشرقي البحري مع الدخول مع التسجيل. هنا نظرة المدرب ده عندها قيمتها. الأمين الكرامة يعني كان موفق. إصابة نتمنى بسوي قابل شيقة صراحة. جانب النجومير رصيد هذا اللقاء محظوظين بمعاينة 3 أهداف بمشاهدة لقاء ممتع. يسجل أولا اتحاد طنجة عادل الكفة والنهضة البركانية يعود ويتمكن تسجيل هدف التقدم. النتيجة حدث هدفين مقابل هدف واحد، 3 أهداف في المباراة. لقاء عشق مستمر، حب كبير والخلاف قادم. شوف الطفل الصغير اتحاد طنجة المستجد هنا بمدينة بركان. نشاهد هنا التمرير العمومي، المحاولة اليدين وفي هذه اللقطة، ونشاهد هنا نعم اللمسة لصالح فريق اتحاد طنجة. إذن المستجد اتحاد طنجة يحصل على ضربة جزاء. الحكم المساعد خلال المكب والأنظار تتجه لمعاينة من سيلبري لهذه الكرة. فرصة التعديل تأتي في هذه اللحظات لفريق اتحاد طنجة. فرصة التعديل وفرصة أيضا الحصول على هذا الموسم
حمزة الحمياني عن هذا الحارس أنه لم نشاهده كثيرا، لكن الآن سنشاهده في ضربة جزاء بينه وبين من؟ سنتابع التنفيذ. منيطة المهمة لمن؟ إذن المهمة لعبد المطلب فوزي على الصورة. فوزي السعد، ضربة جزاء لصالح فريق اتحاد طنجة، فرصة التعديل هنا بمدينة بركان. سيناريو الجولة الثانية، ينطلق عبد المطلب فوزي يصوب وجول. اتحاد طنجة يعود، اتحاد طنجة يسجل في مباراة اليوم الهدف رقم 2 في مباراة اليوم، 1-1. النتيجة المتكافئة تأتي من جانب فريق اتحاد طنجة وفريق النظرية ديال بركانية بعد أن كان الهدف الأول سيا من جانب اللاعب بكر الهلالي. يأتي فريق اتحاد طنجة ومن خلال عبد المطلب يتمكن من وضع الكرة في الشباك. 1-1، هدفان لحد الساعة في مباراة اليوم. شوط ثاني في زيارة في ظهور قوي في الشق الهجومي من جانب فريق اتحاد طنجة اللي كان على مستوى التغطية الدفاعية ولمسة اليد اللي كانت للكرة. ضربة جزاء 1. جماهير فريق اتحاد طنجة كانت سعيدة بالهدف المسجل. إذن سيناريو آخر سينطلق الآن في